اديني 15 دقيقة بس من يومك وأوعدك هتطلعي من الفيديو ده واثقة من نفسك. 10% بس من الناس اللي هتعرف تكمل الفيديو ده للآخر، ولأن هما دول الناس اللي بينجحوا. أي كتاب بيبتدوا فيه بيكملوه، كورس، دورة، شغل، بيزنس، الناس اللي بتعرف تكمل للآخر ونفسها طويل في كل حاجة هي دي الناس اللي بتوصل. علامات تدل انك مش واثقه في نفسك، ولو لقيتي العلامات دي فيكي كملي الفيديو عشان الفيديو ده معمول عشانك. والفيديو ده مش كلام تحفيزي ولا نصايح، هو هيفهمك ليه انتي مش واثقه في نفسك وتعملي ايه، وهيقولك على كورسات في اخر الفيديو ازاي تبني ثقتك في نفسك سواء في الشغل او في حياتك الاجتماعيه، والكورسات دي مجانيه، وكمان ابلكيشن يتابع معاكي العادات اليوميه، وكمان الابلكيشن مجاني. يلا نبتدي. 10 علامات تدل انك مش واثقه في نفسك. ما بتعرفيش تقولي لأ، ما بتعرفيش تاخدي قرار حتى في الحاجات البسيطة، ما بتشوفيش إنجازاتك الصغيرة، وما بتعرفيش تتواصلي مع الناس بصريا، بتقارني نفسك دايما بالناس وما بتعرفيش تطلبي مساعدة من حد، بتخافي تبتدي أي حاجة جديدة، بتخافي من رأي الناس فيكي، بتشوفي نفسك دايما غلط وفاشلة وقليلة أقل من أي حد حواليكي، وبتستمدي نجاحك أو فشلك من الناس اللي حواليكي. اكتبوا لي في الكومنتات عندكم كام علامة من العلامات ال10 دول. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عايزة اوريكم الصوت بتاعتي، ممكن تشوفوها. والمرة دي هطلب منكم ان انتوا تفعلوا الجرس، لان انا مش محددة يوم انزل فيه الفيديوهات، لان بجد كل فيديو بياخد مني وقت، بياخد مني كتب بقراها، بياخد مني بودكاست كتيرة بتفرج عليها، بعمل سيرش كتير، فانا مش قادرة احدد وقت اقول لكم تابعوني فيه. هتلاقوا الفيديو نزل في اي يوم، عشان كده فعلوا الجرس واعملوا لايك وسبسكرايب. المرة دي الاهتمام بيطلب عادي جدا. زي ما بتبني ثقتك مع الناس، محتاجة اول حاجة تبنيها مع نفسك. ويعني ايه ابنيها مع نفسي؟ انا محتاجة اول حاجة اعرف انا مين. جيبي نوت بوك مش بتكتبي فيها طلبات البيت، مش بتكتبي فيها اي حاجة فاضية، لا، تجيبي واحدة فاضية جديدة عشان تكتشفي نفسك فيها، وتكون فيها بس الاسئلة بتاعتك. اوكي، وهتجيبي معاها قلم وهتسألي نفسك الاسئلة ال8 دول. اول سؤال: ايه الحاجه اللي انا وانا بعملها بنسى الوقت وما بفكرش في الوقت خالص؟ ايه الحاجه اللي الناس دايما بتيجي تسالني عليها او تمدحني فيها؟ الحاجه اللي هي لو ما بقاش في حد يحكم عليا ومفيش حاجه اسمها غلط هروح اعملها؟ ايه اكتر لحظه حسيتي فيها بالفخر؟ ايه الحاجه اللي بتهز ثقتي بنفسي بسرعه جدا؟ مين اكتر شخص انت معجبه بيه، سواء شخصيه عالميه محليه؟ ايه الحاجه اللي انت لو فقدتيها تحسي ان انت فقدتي حياتك؟ تعالوا اشرح لكم بشكل مبسط ايه كل حاجه وبترمز ليه. ايه الحاجه اللي انت وانت بتعمليها ما بتحسيش بالوقت وانت بتعمليها؟ دي عشان تكتشفي شغفك. ايه الحاجه اللي الناس دايما بتمدحك عليها او ما تشوفك تمدحك عليها؟ دي الحاجه اللي هتعرفي مميزه فيها. لو محدش هيحكم عليكي وهتعملي اي حاجه، لو مفيش حد يقولك غلط او ممنوع او اي حاجه، دي الحاجه او دي النقطه اللي هتكشف رغباتك الداخليه اللي انت كبتاها. اكتر لحظه حسيتي بيها في الفخر، وده هيكشف قيمك، القيم بتاعتك، الحاجة اللي بتهز ثقتك بنفسك وأي حد ما بيجي يتكلم عليها بتحسي انتي اتهزيتي. دي هيكتشف الجروح بتاعتك أو الانسكيورتي بتاعتك أو العيوب بتاعتك. مين أكتر شخص معجبة بيه وليه؟ ده الصفات اللي انتي نفسك تكون عندك. ايه أهم 3 قيم عندك في حياتك؟ وده هيكشف اتجاهاتك في الحياة. يعني انتي عايزة كل حياتك تكون عيلة، كل حياتك تكون فلوس، كل حياتك تكون حرية وسفر. فالحاجة اللي انتي لو فقدتيها تحسي ان انتي فقدتي حياتك، وده محور حياتك. في ناس ممكن تقولك عيالي، في ناس ممكن تقولك شغلك، في ناس ممكن تقول كل واحد وشخصيته. تكتبي الأسئلة دي، عرفتي تجاوبيها تمام، هتقعدي كل شهر تبصي عليها، كل شهر تبصي عليها. معرفتيش تجاوبيها تمام برضو، وراقبي نفسك وراقبي الناس بتقولك ايه، راقبي الحاجات اللي بتخافي منها، راقبي لو حاجة جت كده في دماغك اكتبيها ودونيها، وراقبي نفسك. انا عرفت انا مين. ثقتك بنفسك بتتبنى زي ما بتبني العمارة. اهم علاقة في حياتك تبنيها وتشتغلي عليها هي علاقتك بنفسك. لو نجحتي في علاقتك مع نفسك، والله العظيم صدقيني هتنجحي في كل علاقاتك. تنجحي مع صحابك، هتنجحي في جوازك، هتنجحي في شغلك، هتنجحي مع اهلك، لان انتي عرفتي تبني اهم علاقة، عرفتي حدودك، عرفتي ايه الحاجات اللي تتعمل وايه اللي ما تتعملش. فانتي لو ناجحة في علاقتك مع نفسك هتنجحي في كل العلاقات من حواليك. تمام. فانا عشان ابني الثقة دي ابنيها ازاي؟ انا لو جه دلوقتي واحد في الشارع معدي قال لي ده بيقولوا هيزودوا المرتبات بتاعت شركتكم، هتصدقيه؟ هتثقي في كلامه؟ لا طبعا. بس لو جه المدير وجا قال لك انا الشهر الجاي هزود المرتبات،
هتصدقيه ولا لا؟ عشان عارفه ان ده المدير اكيد مش هيقول كلمه غلط، او مش اكيد مش هيكذب علينا. فانا دلوقتي محتاجه اصدق نفسي، فعشان اصدق نفسي محتاجه التزم بكل كلمه انا بقولها. انا لو جيت دلوقتي قلت انا بكره هروح الجيم، انا بكره هبدا كورس، انا بكره هروح اخرج مع صحابي، وبكره يجي وما تعمليش، ويجي وما تعمليش، ويجي وما تعمليش، عارفه كانك ايه؟ كانك بتكسري ثقتك بنفسك خطوه ورا خطوه ورا خطوه. فما ينفعش انك تقولي لنفسك كلمه وما تلتزميش بيها. وعدك لنفسك هو اهم وعد تلتزمي بيه. انت لو ما صدقتيش نفسك، انا عايزه الناس تصدقك ازاي اصلا؟ انت حد مش ملتزم مع نفسه هيلتزم مع الناس؟ فما يجي حتى اما تيجي تقعدي وسط ناس في قعده، تبقي اكتر حد مهزوز واكتر حد مش واثق في نفسه. انت ما التزمتيش بكلامك مع نفسك. فانا مش هوعد نفسي بوعد انا مش هلتزم بيه. طب اعمل ايه؟ انا مش ضامنه بكره مثلا اروح الجيم. انا دايما بحط لنفسي خطتين، واحده منهم اللي بمشي عليها. يعني لو انا بكره ما صورتش فيديو اليوتيوب، هبدا اذاكر حلقه من الكورسات اللي انا بذاكرها. فانا عندي تو اوبشن، فانا وعدت نفسي بحاجه وافيد بيها. الدوبامين عندي كمان عالي لاني انتجت حاجه، فحسيت ان انا شخص منتج، فبقيت مبسوطه. ثقتي بنفسي هتزيد لان انا كلمتي مع نفسي سيف. انا لما اوعد نفسي بحاجه لازم اوفي بيها. فكل مره هتوعدي نفسك بحاجه مش هتلتزمي بيها، هتكسري البيت اللي انت بتبنيه. ثقتك بنفسك دي كانك بتبني بيت محتاج اساسات، الاساسات بتاعته ان كل كلمه هقولها لنفسي هصدق فيها. فانا هبني ثقتي بنفسي كده، دي اول خطوه، دي كده اول دور. انتوا مش هتتوقعوا صاحب القصه دي، الشخصيه دي كانت عايشه في فقر مضجع، فقر فظيع، تمام؟ وعايشه على الاعانات اللي الحكومه بتديها لها، وهي سنجل ماذر، يعني عندها بيبي بس ابوه مش موجود، تمام؟ الست دي كانت بتعمل ايه؟ بتكتب كل يوم صفحة نفسها تكون كاتبة، لحد ما كملت فصل واحد من الكتاب، فصل أول. عملت ايه؟ بقت تبعته لدار النشر، تبعت لأول دار نشر رفضت، تاني دار النشر رفضت، تالت رفضت، رابع، خامس، سادس، سابع، تامن، تاسع، عاشر، 11، 12 دار نشر رفضوا. ساعتها تفكري وتقولي ايه؟ اكيد يا ستي انا ما بعرفش اكتب. اكتب ايه؟ انا واحده بتكتب صفحه في اليوم يعني. ده التفكير اللي اي حد هيفكر. لحد ما بعتته لدار النشر رقم 13. دار النشر دي اخد صاحب الدار، وهي قصه كانت للاطفال، واداها لبنته، اداله الفصل الاول، خدي ايه رايك في الفصل ده. بنته صغيره قعدت تقرا، عجبها الفصل الاول، قالت لباباها لا انا عايزه اديني كمان، لو في معاك باقي الكتاب ادوني. فدي كانت شراره النجاح. تخيلوا الكتاب ده ايه؟ هاري بوتر. كاتبة هاري بوتر هي دلوقتي بقت أغنى كاتبة في العالم. الكتاب بتاعها اتباع أكتر من 500 مليون نسخة، وطبعا سلسلة الأفلام جابت مليارات. الكتاب اترجم ل 80 لغة حوالين العالم. الست دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتكتب صفحة كل يوم. مفيش أي ظروف تساعدها، مفيش أي حاجة تساعدها، مفيش أي حافز، مفيش أي حاجة، هي بتكتب صفحة في اليوم. وحست إن هي ما بتكتب كل يوم، فحاسة إن في بيطلع منها كلام، فهي كاتبة. فحست كده جواها إن هي عايزة تبقى كاتبة، مع إن مفيش أي حاجة تشجع على الموضوع، و12 دار نشر رفضوا. يعني أنا لو الدار نشر 2 3 4 خلاص، لكن 12 دار نشر ترفض وانتي تكملي إنك تبعتي. هنا نتعلم ايه؟ انه تجارب النجاح الصغيرة هي اللي بتبني الثقة. هو انا لما كل يوم بكتب صفحة، فانا بتزيد عندي الانتاجية، فبحس ان انا بعمل حاجة. فممكن الموهبة دي تتحول لشغلي الاساسي، ممكن تتحول لمصدر دخلي، ممكن تتحول لمصدر دخل اضافي. فان انتوا ابدا ابدا ما تستقلوش من الخطوات البسيطة اللي تعملوها. الخطوات البسيطة دي ممكن تكون على المدى البعيد نجاح ساحق. محدش بيتولد واثق من نفسه او عارف هو عايز يعمل ايه او هينجح في ايه، محدش بيتولد كده. الثقة دي بتتبني زي العضلات الجيم، محتاجة كل يوم تمرنيها. فمحتاجة تمرني عضلة الثقة كل يوم بحاجة بسيطة، بتمرينة بسيطة. ايا كان هوايتك في ايه، اعملي حاجة بسيطة يوميا، وشوفي على المدى البعيد هتوصلي فين. بنيت الأرضي وبنيت الدور الأول. الدور التاني إني أتقبل عيوبي وأتصالح معاها قبل ما أصلحها. يعني إيه؟ يعني أنا كل إنسان فيه دلوقتي imperfection. مثلا أنا عندي عيوب في شخصيتي، أوكي؟ وده عيب حقيقي فيا. أنا شخصية بطيئة في كل حاجة، بحب أعمل كل حاجة بالراحة.
واحنا في زمن السرعة، فده عيب كبير، يعني عيب كتير ومعطلني في حاجات كتير، بس انا متصالحة معاه. ده شخصيتي وده جزء من شخصيتي. ما اجي اصور فيديو يوتيوب بقعد 4 ساعات استعد، مع ان انا ما بعملش اي حاجة جديدة، هي نفس كل حاجة، مع ان الاضاءة موجودة والموبايل بحطه هنا، بس باخد وقت طويل عشان اعمل اي حاجة. فده جزء من عيوب بحاول اصلحه، اوكي، بس انا متقبلاه، وده ما فيهوش اي مشكله. كلنا كبشر فينا عيوب، فينا عيوب في شكلنا، في حاجات ما بنحبهاش في شكلنا، فده جزء طبيعي عادي جدا. تقبلوا عيوبكم قبل ما تحاولوا تصلحوها. لو انت او انتي شايف نفسك غبي او شايفه نفسك غبيه، شايفه نفسك متاخره عقليا، شايفه نفسك متخلفه عقليا، شايفه نفسك عندك اي مشكله عقليه او عندك مشكله في الذكاء، فاسمعي القصه دي. تخيلوا معايا واحد أهله عرضوا له التبني، هو وأخوه، من كتر ما هم عايشين في فقر. تمام. كانت عيلة تانية اتبنته. الشخص ده اسمه ليس براون. ليس ده بقى دخل المدرسة، فالمدرسة لاحظت إن الشخص ده عنده تخلف عقلي وعنده تأخر، والشخص ده عنده بطء في الاستيعاب، فاضطروا إن هم ينزلوه مرحلة دراسية. فنزل مرحلة دراسية عن كل زمايله، بقى ينجح بقى بالعافية، دروس مكثفة، كورسات عشان ينجح، ودرجاته يا دوبك، لحد ما وصل في الثانوي. فجاء قالت له المدرسة اطلع اكتب على السبورة. فقال لها لا، أنا ما أقدرش أكتب على السبورة، أنا شخص عنده تخلف عقلي. فقالت له ما تقولش على نفسك كده، ما تخليش كلام الناس يتحول لواقعك، يعني ما تخليش الناس هي اللي ترسم الواقع بتاعك وحياتك عاملة ازاي. فهي الجملة دي كده كأن ادت له صدمة، لأن هو طول عمره كان عايش إن أنا شخص خلاص أنا مش هفكر، أنا شخص عندي تخلف عقلي. عايز أقول لكم تأثير الكلام اللي بنقوله للأطفال أنتوا مش متخيلين، ده بيرسمهم، ده بيرسم حياتهم. فالجملة دي كده نورت له حتة هو ما كانتش واخد باله منها. ففضل عاش سنين كتيرة من حياته هو عايز يثبت الجملة دي، عايز يثبت ان هو فعلا ما عندوش تخلف عقلي، ان هو شخص ذكي. اشتغل وطحن نفسه في الشغل. واختصارا القصة عشان مش عايزة اطور الفيديو، الشخص ده بقى من اكبر الموتيفيشن سبيكر، المدربين التحفيزيين في العالم، لأكبر الشركات في العالم. الثقة بالنفس دي حاجة بتيجي من جواكم. لو انتوا اعتمدتوا على ان الثقة تجيلكم من المحيط اللي حواليكم، سواء بقى قالوا لكم المشروع ده حلو، الشغل ده حلو، انت شكلك حلو، انت شكلك وحش، اصل انت سمرة، اصل انت بيضة، اصل انت شعرك طويل، اصل انت قصيرة، اصل انت تخينة. فانتوا لو اعتمدتوا على ثقتكم من المحيط الخارجي اللي حواليكم، من الناس اللي حواليكم، فده خطر جدا، لان كلمة هترفعكم السما وكلمة هتنزلكم 7 أرض، فتبقوا عايشين كده. لكن الثقة لازم تبقى مرتبطة من جواكم انتوا، من ايمانكم بنفسكم. ازاي تعرفي انك شخص بيجلد في نفسه طول الوقت؟ اول ما حد ينقدك تنقضي عليه وما تستحمليش اي انتقاد، حتى لو كان بسيط، حتى لو كان هزار. ما بتستحمليش اي نقد او اي تعليق على شكلك، على هزارك، على كلامك، على شغلك، على حياتك. اي حد بيعلق على اي حاجة فيكي بتنقضي عليه. ليه؟ لانك طول الوقت بتجلدي في نفسك وبتجلدي وبتقعدي بتلومي في نفسك ليل نهار، من اول غلط عملتيه لحد دلوقتي. عمرك لاحظتي انك حنونة على الناس اكتر من نفسك، وانك داعمة للناس اكتر من نفسك، وانك اول حد بيطبطب على اي حد متضايق تعبان في مشكلة قبل نفسك؟ طب ايه رأيك بقى تتعاملي مع نفسك بنفس الشكل؟ لما تحصل مشكلة طبطبي على نفسك وافهمي واعرفي ودوري ازاي تحليها، بدل ما تلومي وتجلدي في ذاتك. ايه يعني مهما كانت غلطتك، مهما كانت مشكلتك، ايه يعني؟ احنا اصلا جينا الدنيا عشان نغلط ونتوب ونغلط ونتوب. ربنا لو كان عايز يخلق بشر ما بيغلطوش كان خلقهم، كان خلقنا ما بنغلطش، بس ربنا عايزنا نغلط ونتوب، نغلط ونتوب. على ايه الجلد ده ليه اصلا؟ لا اللي فات نقدر نرجعه، ولا اللي جاي نقدر نضمنه. انت عايشة في اللحظة الحالية، استمتعي بيها وتقبليها بكل ظروفها، بكل حاجة فيها. ما اسمعش واحدة فيكو قاعدة بتجلد او بتلوم في نفسها. مهما حصل ايه يعني؟ ولا اي حاجة، ولا اي حاجة تستاهل. ولو انتوا اشتغلتوا على ال6 حاجات دول بس اشتغلتوا عليهم، اوعدكم ان ثقتكم في نفسكم هتزيد على الاقل 50%. ايه العادات اليومية اللي اعملها عشان تزود ثقتي بنفسي؟ اول حاجه هسال نفسي في اول اليوم ايه الحاجه اللي خلتني مبسوطه النهارده.
مش هجاوب عليها في نفس اللحظة، لا هجاوب عليها بالليل. تمام. تاني حاجة التوكيدات، انا عارفة ان انتوا سمعتوا ان التوكيدات هبل وكلام فاضي. خلينا نفهم الموضوع. انا دلوقتي لما اقول لنفسي ان انا ذكية، ان انا جميلة، ان انا شخصية ناجحة، ان انا اقعد ادي لنفسي كلام ايجابي ايجابي ايجابي، انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا هتملوا الخزان بتاعكم، الخزان الداخلي بتاعكم. فما يجي حد يقول لكم انا جميله، انت جميله يا شروق، تمام شكرا. الكلمه دي مش هتطلعني السما، لان انا طول الوقت بقول لنفسي ده، فانا عارفه ان انا اوريدي كده. تالت حاجه، قسمي مهام اليوم على كذا خطوه. يعني مثلا انا النهارده هصور فيديو يوتيوب، فمش هكتب هصور فيديو يوتيوب، هكتب هحضر سيت اب التصوير، هحضر لبس التصوير، هحضر الكوفي اللي هشربها طول الوقت وانا بصور، هحضر الموبايل هشحنه على الاخر هشحنه. كل الحاجات دي خطوات هقسمها لأربع خمس حاجات. ليه؟ لأن لما أجي نهاية اليوم وأعمل تشيك صح 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 صح، ده هيعمل إيه؟ هيعمل عندي إن أنا أنجزت حاجة، 2 3 4 5، فهيبني ثقتي بنفسي أكتر. فأنا هقسم المهام. حاجة هفلتر الكلام اللي اتقال لي. يعني لو حد قال لي يا شروق انتي النهارده ما كانتش الانتاجيه بتاعتك عاليه، شروق انتي النهارده كنتي عصبيه زياده عن اللزوم، هقعد كده افلتر واشوف المواقف، انا فعلا كنت عصبيه زياده عن اللزوم؟ طب ايه اللي كان مخليني عصبيه؟ طب انا حد وصلني للعصبيه دي ولا انا كنت مضغوطه؟ تقعدي كده تفلتري اللي حصل لك في اليوم. ممكن الناس بتقولك الكلام ده عشان تنرفزك، عشان توصلك لبوينت معينه، عشان تهز ثقتك بنفسك. فانا هقعد وافلتر الكلام ده. او انا كنت عصبيه زياده عن اللزوم في الشغل، ايه الحل؟ هقعد مع نفسي كانك قاعده مع بيبي. دلوقتي هعمل ايه؟ عادي يا شروق انت النهارده اتعصبتي زياده عن اللزوم، اقعدي وافهمي مشاعرك، فهمي انت ايه اللي موصلك لكده، طب ايه اللي موصلك الخنقه دي، طب ايه اللي موصلك المشاعر دي، واحد اتنين تلاته، اكتبيها كل حاجه. حتى ان شاء الله حد ضايقك في الشارع، اكتبي 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 اكتبي. لو في حاجه ينفع تتصلح تمام، لو حاجه ينفع تقللي منها تمام. لو في حد مثلا متابعه السوشيال ميديا مسبب لك ضغط نفسي او مسبب لك خنقه، روح اعمله انفولو. تقعدي تفسري لنفسك ردود افعالك. دلوقتي مش عارفه التزم كل يوم اعمل العادات دي عشان ابني ثقتي بنفسي، انا مش عارفه التزم، هعمل ايه؟ هنسى، يعني هعملها اول يوم اتنين تلاته هنسى. عيب عليكم، عيب عليكم، جايبه لكم لازم اجيب لكم الحلول. انا بحب كده اجيب من الاخر. في ابلكيشن اسمه هابت، وده مش اعلان والله، ان عايزين يعملوا معايا اعلان يعني اهلا وسهلا. ابلكيشن اسمه هابت، الابلكيشن ده بيعمل ايه؟ هو بيديكي ريمايندر كل يوم الحاجات اللي عملتيها، وبيقيم لك عملتيها قد ايه، مشيتي قد ايه. ايه مثلا لو هتعملي توكيدات، التوكيدات هيظهرها لك، وبيظهرها لك 5 مرات في اليوم. بيديكي 5 حاجات تعمليها في اليوم، اكتر من كده بيكون بفلوس. انا عن نفسي عامله الحاجات وهم اصلا اوريدي كفايه عليا. اخر حاجه حاطه لكم كورسات مجانيه بالانجلش وبالعربي عشان تبنوا ثقتكم بنفسكم. كتاب اسمه جلسات نفسيه، والكتاب ده بسيط خفيف قليل جميل جدا، تقدروا تقروه وهيفرق معاكم. يعني ده ريكومنديشن بتاع النهارده، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم.